ازيكم يا مطارش، عاملين ايه؟ وفيديو جديد. بصوا يا جدعان، فيديو النهارده اكتريه الناس اللي ما تعرفش فيديو النهارده ولا الحوار ماشي عن ايه هم مش عندي على الانستجرام. ليه بقى؟ لان الفيديوهات اللي جايه تجهيزات خطوبتي. ايوه، ممكن اول ناس تسمع الموضوع ده، بس انا قايل على الانستجرام بقالي اسبوع ان في خطوبه. انت بقى مش عندي على الانستجرام، دي حاجه مش بتاعتي. عايز تبقى عندي على الانستجرام تخش على الكومنت تبقى عندي على الانستجرام، اما هسيب لك الاسم هنا اهو. اهو ده اسم الانستجرام بتاعي، روح اكتبه على الانستجرام هيجي لك، اعمل لي فولو هناك عشان بنزل كل تفاصيلي هناك. المهم بقى، انا نويت اخطب وقايل على الانستجرام بقالي اسبوع. بس قبل ما نبدا بقى فيديو النهارده، عشان الفيديوهات اللي جايه بوم ولازم انت تتابعها اول باول عشان تعرف مين خطيبتي وهخطب مين وازاي وايه اللي هيحصل. اشترك في القناه. ايوه، انت لو مش مشترك في القناه انزل اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله من الفيديوهات الجايه يجيلك اشعار ان انا نزلت الفيديو. اعمل لايك للفيديو ده، عايزين الفيديو ده يوصل 30,000 20,000 على حسب انت وذوقك بقى، عشان ايه؟ نرجع القناه زي الاول. بس نبدا بقى نتكلم في فيديو النهارده. طبعا النهارده انا هروح للحلاق عشان شعري ايه. طبعا انت عارفين ان شعري كيرلي، فعشان يبقى استشوار لازم يتظبط له بقى شويه تظبيطات بقى ايه. وشايفين دقني عامله ازاي؟ ماما هيظبطني عشان خلاص الخطوبه بقى لها كام يوم كده وهي هتبدا ايه الخطوبه. مين هي؟ هي واحده هتقولوا له بقى ايه، انت عامل مفاجاه ما اعرفش لمين، انت عامل مفاجاه ما اعرفش لمين، مش عارف ايه. هي ولا واحده من اللي طلعت معايا قبل كده. عشان بس ايه، دي معلومه صغيره بس. خطيبتي اللي هخطبها هي ما طلعتش على السوشيال ميديا نهائي، عمرها في حياتها ما طلعت. عمرها ما اتصورت معاها ونزلتها. حد كده جديد لسه اول مره يطلع، عشان الناس ما تشغلش دماغها وتقول انت عامل مفاجاه ما اعرفش لمين. لا، هو مش لحد خالص، هو حد جديد خالص. البنت اصلا هي بتحبني وانا عامل لها مفاجاه ان انا هخطبها. هي حتى ما تعرفش ان انا هخطبها. هي طبعا متابعه كل حاجه، فاكره ان انا هخطب واحده تانية، لكن هي ما تعرفش ان انا هخطبها. هي ازاي بقى؟ انا كلمت اهلها وظبطت مع اهلها هم بس، وقايل لاهلها ان احنا هنعمل لها مفاجاه. طب يا ابني، خدت الموافقه منها ازاي؟ انا عارف ان هي موافقه والموضوع احنا مظبطينه، فانا مظبط مع اهلها. يعني خطيبتي اللي هتبقى خطيبتي ما تعرفش ان انا هخطبها، انا عامل لها مفاجاه. تمام. بصوا بقى يا جدعان، هي ما طلعتش قبل كده على السوشيال ميديا، محدش يعرفها. هل هتطلعها بقى، يعني هل هطلعها معايا بعد كده على السوشيال ميديا؟ لسه ما اعرفش رايها هي. انا عن نفسي هي اكيد انتوا عارفين ان انا ما بطلعش واحده معايا بشعرها. لو هي تخصني قوي ما طلعش بشعرها، ما طلعش بلبس مش كويس. هي لو هتطلع معايا الفتره الجايه فلسه ما اعرفش. بس حبيت اوضح حاجه النهارده، فيديو تظبيطات للخطوبه. خليكم بقى معانا عشان لسه في حوارات جايه كتير، لازم تتابعوا كل حاجه من اولها. بس فيديو النهارده راح اظبط شعري وهاخدكم معايا عند الحلاق، هنشوف هنعمل ايه. بس تابعوا معانا الفيديو للاخر وتابع اللي جاي، عشان اللي جاي احلى من اللي راح، وفي حوارات جايه كتير والدنيا زي الفل. بس حبيت اوضح بس حاجه، هي ما مالهاش في السوشيال ميديا، عمرها ما طلعت على السوشيال ميديا. اول مره في حياتي تطلع اصلا معايا في الفيديو بتاع الخطوبه اللي انتوا هتشوفوه ان شاء الله الفتره الجايه. هي ما طلعتش قبل كده ولا حد يعرفها. بس يلا بينا، يلا بينا اعمل لايك سبسكرايب، يلا بينا. واحنا نزلنا دلوقتي ورايحين فين؟ عند الحلاق. طموي مستنينا هناك. قاعدة جميلة جدا. بس بس لسه الحلاقه بتاعت الخطوبه لسه قدام. احنا النهارده بنظبط بس ايه، يعني بنظبط كام حاجه كده، بنظبط نفسنا بس عشان نجهز للطرش اللي جاي. يلا هنوصل. معلش عشان نطبق بس، هنوصل هناك ونكمل لكم هناك. بصوا يا جدعان، احنا دلوقتي عند الحلاق. هنخش بقى نظبط زي ما فهمتكم في اول الفيديو. هنظبط شويه تظبيطات عشان ايه، حلقه الخطوبه لسه. طبعا النهارده جايين نظبط نستشور ونجهز لوقت الخطوبه. طبعا احب اشكر اللي بيصوروا اخويا بسام. يلا بينا نخش جوه، يلا بينا. بص عشان انا عريس بس قعدني، بص ساب الناس اللي بيحلقها وقعدنا انا. لازم العروسه تشوفني امور. ايوه لازم العروسه تشوفني ايه؟ امور. دي حلم العمر ده انا بستنى الخطوبه دي من زمان يا ابني. يا ابني ده كل اللي كان في حياتي كوم واللي جاي في حياتي دي كوم تاني خالص. خلاص بقى يا عم، كبرنا واتجوزنا. مضطر عشان يعملوا لي تدبير بشر. يعني شوف، نظافه من كل حاجه. هينتف الولد والله. بيحبها يا جدعان، والله واخده قصه حب. لازم يا ابني. يا ابني اي حد يا ابني.
اخش الفرن واول ما اطلع اكلمك. نزل يا عم طموحي نايس. عشان يطلع عليك. خلينا نروح نقول له يا بص كائن فضائي قاعد معاك. خش الفرن تاني. نزل يا عبد. حامد طلع بالسلامة. باخد نفس وخش تاني. واحد. عبد فرحان. قال لي نزلني في الفرن هطلع نص سوا ايه ده. يا عبد اللي عملت فيه ده؟ عايزك تمشيهولي من الجنبين وخليه طري من النص. اهو حامد طلع لنا بالسلامة. ودني يا عبد ما تشلحش. خلاص يا ابني انا غلطان اصلا. ايه يا ابني ده؟ كل ده عشان تجهيزات فرح؟ مين فين ده يا جدعان؟ مش انا والله. ده لسه بقى يوم الخطوبه تبقى حوار بقى تاني غير ده. يا ابني انت شكلك حوار. احنا بنجهز بس بقى شكلنا مش انا. هو حاطط حنه يا الحنه دي يا عبده. فرح ام احمد انا عارفه. رموشه وحواجبي هيقعوا. رموشه وحواجبي عشان يعجبكم. تعجبكم اللي انا فيه. طبعا يا جدعان بشكر اللي تعبانين معايا. وش طبعا احنا ناقصنا اخر خطوه. هنعمل استشوار. بس بقى حامد بيشطب. تخيلوا ان دي تجهيزات بقى. تخيلوا بقى يوم الفرح هنعمل ايه. بقى عبده جدعان هتلاقوا الانستجرام بتاع عبده في الديسكربشن تحت. اي حد عايز يحلق وراكوا فرح. انت لو عريس وعايز تحلق انت ليك شفت عمل فيها ايه. هتعمل استشوار يا بيضة؟ ما بعملوش. كان ما هو لازم بقى ما ينفعش اروح اقابل الناس وانا بفكر لي. اي خلاص بقى حامد قرر يعمل استشوار. 180 درجه. خلاص بقى كنت في الفرن وخرجت. اخويا حامد ان فرح وخلاص. النهارده فرح يا جدعان. النهارده بكره فرح يا ولا جدعان. بكره. خلاص بقى مش هبقى كتير يا ابني. يصير الشعر من هنا. حلو الشعر. بصوا يا جدعان ودي بتكون نهايه الحلقه. على لا عبد روق عليا. انا ما حدش روق عليا كده غير عبده. انا بقول لكم يا جدعان دي تكون نهايه الفيديو. الاكونتات بتاع عبده والاكونت بتاع المحل لو تحت في الديسكربشن. حد بقى عايز يحجز عريس اخوه عريس اي حاجه اي حد يخش تابعي. عبده عامل له عرض جامد اقسم بالله ما حد هيتوقعه. ودي تكون نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انتظروا الفيديوهات الجايه تقيله عشان موت. وهيجي برده انا لابس البدله وجاي اعمل عنده هبقى عنده برده. ماليش غير بس.